أهلا وسهلا بك صديقي العزيز. الإشارة دي وما أدراك الإشارة دي. اللي حصل بسبب الإشارة دي ما حصلش منذ تاريخ بداية النادي الأهلي، والقرارات اللي أخدها وليد صلاح الدين امبارح مفيش واحد رئيس نادي أو مدير كورة جه النادي الأهلي سابقا أو حاضرا هيعمل اللي عمله وليد صلاح الدين امبارح. كل اللعيبة في حالة غضب بسبب القرارات والعقوبات اللي أخدها وصرحها وليد صلاح الدين، ولكن لاعب واحد فقط هو اللي وقف وقال ان وليد صلاح الدين على حق، واحنا من حقنا نتعاقب اكبر من كده، لان احنا مش حاسين بقيمه النادي الاهلي، مش حاسين بجمهور النادي الاهلي، مش حاسين بالمأزق اللي الاهلي حاليا فيه. احنا ما قدرناش نطلع روح الفانيلا الحمراء، احنا ما عندناش روح قتاليه في الملعب. واللاعب ده قاعد يقول كلام بصراحه هو مكتوم في كل واحد اهلاوي اصيل عايز يقف مع الاهلي في الازمه دي. تخيلوا امبارح الاهلي يتعادل امام ام بي 1-1، والاهلي كان هيتهزم لولا الهدف الاخير اتحسب تسلل. هو تسلل واضح، لولا الهدف ده اتحسب تسلل كان الاهلي خسر. هقول لكم على القرارات اللي اخدها وليد صلاح الدين، بس تابعونا في نهايه الفيديو. معانا خبر ناري من العيار التقيل. اسره محمود الخطيب بتدي تصريح ناري، فرمان من اسره الخطيب بعد تعادل امبارح امام انبي. بس في البدايه بعد اذنك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه وفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد. وتعال نشوف اول خبر معانا، وهو عقوبات وليد صلاح الدين. اول حاجه يا سيدي، خصم 30% من راتب اللاعبين الشهري بسبب سوء الاداء والنتائج. من وجهه نظري اول قرار اخذ وليد صلاح الدين خصم 30%، 10/10، وخصوصا كمان ان هم لسه مخصوم منهم 20% في مباراه بيراميدز. فده حاجة إيجابية جدا يا كابتن وليد، دي تحفز اللعيبة إنهم أي خطأ هتغلطوا هتتعاقب عليه. المشكلة في دي كلها مش هو ده بس، المشكلة في إن تريزيجيه امبارح طلع وقال إن أي قرار بياخده النادي الأهلي، أي عقوبة بياخدها النادي الأهلي ما يحملنيش مسؤولية خسارة أو تعادل الفريق امبارح الأهلي اتعادل عدم توفيق. لا طبعا، مليون في المية هو الاداء السيء بتاعك هو اللي ضيع النادي الاهلي. الناس اللي ما سمعتش المباراه ممكن تراجع المباراه وتشوف تريزيجيه الراجل اللي المفروض كان خلص المباراه من بدري جدا جدا، جاب لنا هدف وعمل لنا اللقطه اللي قدام حضرتك دي وضيعت الدنيا. دي كانت سبب ضياع الدنيا. وقال لك ان الاشاره دي انا مش بوجهها لجمهور النادي الاهلي، لكن بوجهها من احد مشجعي النادي الاهلي الكبار. هو طبعا بتعرض للاهانه، بتعرض لاني الانتقاد من ناحيته، فانا حبيت اثبت له ان انا افضل من كده. هوريك لقطه يا كابتن تريزيجيه، لقطه من ضمن لقطات في المباراه كتيره جدا، لقطه واحده بس تثبت وتقول للجمهور ان الاهلي خسر بسببك او تعادل امبارح بسببك. بصوا اللقطه اللي هتيجي على الشاشه قدامكم دي، اللقطه اللي قدام حضراتكم دي 3-على-3، تريزيجيه مان تو مان، وتقدروا تقولوا اخذ الراجل ناحيه اليمين شويه ففتح مساحه لنفسه. تقدر تلعب الكوره ناحيه السهم الاول، ناحيه زيزو اللي كان جاي منطلق من الجبهه اليمين، وتقدر تلعب الكوره على الناحيه الشمال لمحمد شريف. قدامك الاختيارين دول، والاثنين مش عايزين يتحركوا علشان التسلل، وانت مصمم انك تاخد الكوره وتلعبها في القلب. طبعا انت ما قطعتش للقلب لجوه، لكن سددت من بره، ويا ريتها جت حتى بين الثلاث خشبات، لكن الكوره طلعت بره المرمى تماما. ودي كانت واحده من ضياع الفرص. طب اقول لك على واحده تاني عشان بس الناس يعني ما تقولش ان انت ظلمت تريزيجيه. اللقطه دي محمد شريف قطع مسافه كبيره جدا زي اللي قطعها تريزيجيه برضو، واخد الكوره زي ما قدام حضراتكم واضح، ولعب الكوره لتريزيجيه. بين تريزيجيه وبين المرمى مفيش، خلاص هو قدام منطقه الجزاء بالظبط مكان تنفيذ البلنتي. وكمان الكوره يعني مفيش حد ضاغط عليك الا اللاعب اللي في ظهرك كمان وراك، والكوره اتسددت زي ما السهم بيشاور كده انها اتسددت في المدرجات. وغيرها كتير. الناس اللي كلمتني برضو امبارح بمخصوص موضوع ديانج، تعال اقول لك ديانج الخطأ الكبير اللي عمله ديانج وصلنا لفين. ده ديانج، والكرة اللي قدام حضراتكم دي اتلعبت بشكل سيء جدا للاعب انبي، وهي دي اللي كان هيطرد فيها محمد الشناوي. طبعا كلنا ركزنا على طرد الشناوي، ما ركزناش على الكرة دي. ده غير كمان الكرة دي بتاعت كابتن ديانج اللي هو ضرب لاعب، اهو بيضرب لاعب انبي بالمرفق
واخد ضربه جزاء. فكان تريزيجيه وديانج من وجهه نظري هما الاثنين سبب في خساره الاهلي او تعادل الاهلي امبارح. خسرنا نقطتين، هم دول خساره الاهلي بالنسبه ليا. كان المفروض 3 نقط. تخيلوا ان النادي الاهلي يلعب 5 مباريات يجي في مرماه 5 اهداف. غزل المحله يلعب 5 مباريات يتسجل في مرماه هدف واحد. اعلى كلين شيت في الدوري، اعلى دفاع في الدوري غزل المحله. تخيلوا الاهلي في المركز ال15 ومش عايزين وليد صلاح الدين يعاقب اللعيبه. تعالوا اقول لكم بقى مين اللي وقف وقفه ابطال وقال ان احنا المفروض نتعاقب عقوبات اكبر من كده. محمد الشناوي اللي قلبه على الاهلي، اللي امبارح شاف لعيبه الاهلي في حاله من التوهان. يعني الشناوي بياخد الكوره وبيجري عايز يلعب على المرتده، واللعيبه عندها حاله برود، اللي هو مدي الشناوي ظهره، مش مديك وش اصلا استلم كوره، لا مدي الشناوي ظهره. ده اللي خلى الواحد امبارح هيتشل بسبب اللي حصل. تعالوا اقول لكم اسره محمود الخطيب عملت ايه، وايه القرار اللي اخدوه بعد التعادل امام انبي، وخصوصا قبل مباراه سيراميكا كيلوباترا. خلاص الاهلي على بضع خطوات من التعاقد مع فيشر، خلاص الاهلي انهى موضوع فيشر، ولكن يتبقى بس ايه بعض الخطوات اللي تتم الصفقه بشكل نهائي. طيب اسره محمود الخطيب تتمسك بالابتعاد عن الفريق عن الاهلي الفتره القادمه، وعدم ترشح الخطيب لرئاسه النادي الاهلي الفتره الجايه خوفا على صحته. طبعا الخطيب راجل بيعاني من امراض كتير، ربنا يشفينا ويشفيكم ويبعد عنكم الامراض. هم خايفين على الخطيب فقالوا له ابعد، لان الوقت ده وقت مضغوط، الاهلي في الوقت ده مضغوط جدا جدا جدا، فابعد عن الاهلي في التوقيت ده، احنا مش محتاجين انك تخسر صحتك، مش محتاجين. وابتدوا ايه اسره الخطيب استقرت على ان الخطيب خارج الاهلي الفتره القادمه. تريزيجيه، محمود حسن تريزيجيه، الراجل المحترم اللي سجل لنا هدف امبارح. الراجل ده مفيش اختلاف عليه خالص، يعني محدش يطلع يقول لي تريزيجيه وانت ظلمت تريزيجيه، لا. الراجل طلع وقال لو الاهلي هيمسك لي غلطه اني انزل مباراه واغلط غلطه واحده وهيبتدي يحقق معايا، لا انا ممكن ارحل في يناير اللي جاي لو الاهلي عايز كده. انا نيابه عن الاهلي بقول لك ارحل، نيابه عن الاهلي بقول لك امشي. انت مش حاسس بقيمه الاهلي يا تريزيجيه. انت لعيب وحد جميل جدا، بس امبارح كنت بتلعب لوحدك لدرجه انك خليت زيزو ساب الملعب وطلع. هتقول لي مصاب؟ ما اعتقدش، لان بعد الكوره اللي جه زيزو جري منها من ورا عشان يستلم منك الكوره اللي جبتها على الشاشه، زيزو طلع. لله الامر من قبل ومن بعد. برضو قرار من قرارات وليد صلاح الدين عدم الظهور في الاعلام، عدم نزول البوستات على الفيسبوك او تويتر او اي من مواقع التواصل الاجتماعي. كان قرار برضو سليم بنسبه 100%. برضو تدريب مغلق للنادي الاهلي، حاجات مهمه جدا اخذها وليد صلاح الدين. نتمنى الخطوه اللي جايه تكون افضل. عماد النحاس انت بطل، كمل واحنا معاك واحنا في ظهرك، مش من اول مباراه اتعادلت فيها كمان مش خسرتها هنهاجمك وهنقول انك فشلت، لا طبعا هو الخطأ في اللعيبه. شكرا جدا لحضراتكم، ما تنسوش لايك واشتراك وتفعيل جرس الاشعارات، والى اللقاء في فيديو اخر.